فلو دخل أبوك حق أن تقوم، لأن الرجل يحب أن يجل وأن يعظم، وأنك إذا كنت أنت ابنه ولم تقم له لن يقوم له الناس. فهنا بر الأب يكون بالتعظيم والإجلال، وبر الأم يكون بالصلة والرحمة والشفقة. ومن حيث الإجمال حق الناس بصحابتي قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. وقد قال العلماء إن عدم الدعاء للوالدين مما يضيق الله عز وجل به الرزق، إن عدم الدعاء للوالدين مما يضيق الله عز وجل به الرزق. فحق الوالدين حق عظيم قدمهما الله جل وعلا على كل أحد، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يأتي كذلك حق الأبناء، حق البنات، حق القرابة، والله يقول وآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. فالإنسان يجعل لقرابته الحق، وقد كانت العرب تتأذى من القريب الذي يؤذي. وطرفة بن العبد يقول وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهند. والنفس تحت